بيبدأ فيلم الليلة مع القرد سيزر بعد ما نجح انه يهرب من الغابة هو واصحاب القرود، وبعد معركة كبيرة مع الشرطة. وعاش القرود في الغابة وانقطعت العلاقة بينهم وبين البشر، وبنعرف ان العقار اللي اتعمل على القرود خلاهم اذكياء جدا وبيتكلموا زي البشر. وبعد مرور عدة سنوات البشر بتتصاب بفيروس القرود ويموت عدد كبير من البشر، وبعد كده القرود بتسيطر على معظم المدن. وبعد كده بنشوف القرد سيزر هو ومجموعة من القرود بيصطادوا غزلان في الغابة، وبنشوف القرود وهي عاملة خطة عشان تصطاد الغزلان، وبيكون حاطط الخطة دي القائد العظيم سيزر. واحنا عارفين سيزر بيتمتع بالذكاء وسرعة البديهة، وذكائه يفوق ذكاء البشر. وبنشوف القرود وهي بتحاصر الغزلان من كل اتجاه مستنيين سيزر يديهم الامر بالهجوم، وبعد شوية بيديهم سيزر الامر وتبدأ القرود تهاجم الغزلان. ولكن عدد الغزلان كان كبير جدا، والغزال وهو بيجري خد كام قرد قدامه، وفي النهاية بتنجح القرود تصطاد كام غزالة. وبعد كده بنشوف دب شرس بيهجم على ابن سيزر وكان عاوز ياكله، وسيزر بيشوف الدب العملاق بيهجم على ابنه اتعصب وجري على الدب عشان ينقذ ابنه، لكن الدب كان شرس جدا وسيزر ما كانش قادر عليه. وسيزر بصوت عالي طلب القرود تتجمع علشان يساعدوه في قتل الدب، لحد ما القرد كوبا بيخلص على الدب بالرمح اللي معاه، وفعلا الدب بيموت. وسيزر بيشكر كوبا على اللي عمله معاه وانقذ حياته. بعد كده سيزر بيروح عند ابنه ويبدا يلومه ويقول له فكر قبل ما تعمل اي حاجه قدامك. بعد كده ابنه بيزعل ويسيبه، وبعد شويه سيزر بياخد القرود ويرجع المكان اللي هم عايشين فيه، وهناك بنشوف مدينه القرود الكبيره اللي بيحكمها سيزر. وبنشوف ابن سيزر الكبير زعلان لما ابوه لامه، وكوبا بيروح عنده يقول له ما تزعلش، المعارك بتزيد القرود قوه. وبعد كده كوبا بيسيبه ويمشي. وجيش القرود لما بيرجع من رحله الصيد بيكون معاهم الحاجه اللي صادوها، وكل واحد من القرود بياخد نصيبه. وكمان القرود كانوا جايبين الدب اللي اتعرض لابن سيزر، والاطفال كانت بتتفرج عليه. وبعد كده بنشوف القرد موريس وكان عامل حاجه زي المدرسه وبيعلم القرود الصغار، وكان بيعلمهم الكتابه والقرايه والمحبه بين القرود، وكان بيعلمهم اهم قاعده عند القرود ان القرد ما يقتلش اخوه القرد مهما حصل ما بينهم. وبعد كده سيزر بيطمن على احوال القريه وهم في رحله الصيد، وبيطمن على امن وحراسه القريه. وبعد كده كل القرود بتروح عند اولادها عشان تطمن عليها، وفجاه قرده بتنادي على سيزر وتقول له مراتك بتولد ومحتاجاك جنبها. وسيزر لما سمع الخبر على طول جري على مراته، وهناك بيشوف قرود كتيره جنب مراته بتساعدها في عمليه الولاده. وبنشوف سيزر قلقان جدا على مراته وكان واضح عليه ان بيحبها، وبنشوف مراته وهي بتتألم وتمسك ايد سيزر. وبعد شويه مراته بتولد قرد صغير وجميل، وسيزر بيبقى فرحان جدا. وبعد كده سيزر بينادي على ابنه الكبير علشان يشوف اخوه الصغير ويفرح هو التاني بالمولود. وبعد كده القرد مورس بيهني سيزر على المولود الجديد ويحكوا مع بعض على ذكرياته مع البشر. ومورس بيقول له سيزر البشر زمانهم انقرضوا لانهم بيقتلوا بعض، وسيزر يرد عليه ويقول له احنا دينا 10 سنين ما شفناش بشر واحد، وفعلا يمكن موتوا بعض.